لقبها الجمهور بالفاتنة، وهي من أكتر الوجوه الجذابة في السينما المصرية. الفنانة نجلاء فتحي، اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين فتحي. أما اسم نجلاء فتحي فده اسم الشهرة اللي اختاره ليها الفنان عبد الحليم حافظ. عاشت حياة طفولة مستقرة لحد ما بقى عندها 11 سنة. بعد كده والدها ووالدتها انفصلوا عن بعض، وبدأت تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب تنقلها ما بين القاهرة والفيوم. وبعد كده والدها قرر إن الأفضل ليها إنها تعيش مع والدتها في القاهرة. منتج سينمائي شافها بالصدفة وأعجب بجمالها وعرض عليها فرصة للتمثيل، لكنها رفضت في البداية، وبعد كده أقنعها عبد الحليم حافظ. وكانت مرشحة لبطولة فيلم أبي فوق الشجرة مكان الفنانة ميرفت أمين، لكنها رفضت الدور بسبب التزامها بعقد فيلم أفراح، والموضوع ده خلى عبد الحليم حافظ يغضب منها واستبدلها بالفنانة ميرفت أمين. والفنانة نجلاء فتحي اتجوزت 4 مرات، وأول جوازة ليها كانت في السر وكان وقتها عندها 18 سنة. بعد قصة حب جمعتها بالمهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس، وكان وقتها لسه طالب في كلية الهندسة، وعيلته رفضت إنه يتجوز في السن ده، فعرض عليها فتحي الجواز بشكل سري ووافقت، واستمر جوازهم ده لمدة سنة واحدة وانتهى بالطلاق. أما تاني جوازة ليها كانت من المهندس سيف أبو النجا سنة 1973، وكان صديق أخوها الأكبر، ونشأت بينهم علاقة حب بعد أن أظهر اهتمامه بأعمالها الفنية، وحست إنه مش هيكون عائق قدام طموحها في التمثيل، واتجوزوا وأثمر جوازهم عن ابنتها الوحيدة ياسمين، لكن بعد كده اتطلقوا. في بداية التمانينات اتجوزت الفنانة نجلاء فتحي من أمير سعودي، عاشت معاه ما بين القاهرة وباريس، واشترط عليها إنها تقدم عمل فني واحد بس كل سنة، لكن انتهى جوازهم بعد 3 سنين ونص جواز. أما الجوازة الرابعة كانت سنة 1992 من الصحفي والإعلامي حمدي أنديل، والفنانة نجلاء فتحي هي اللي عرضت عليه بنفسها الجواز. بعد ما اتصلت بيه وقالت له أنا هتجوزك النهاردة، فرد عليها حمدي قنديل وكان فرحان جدا وقال لها عظيم عظيم. وفي نهاية المكالمة قالت له هات جواز سفرك وتعالى البيت الساعة 5 مساء، وهزرت معاه وقالت له موافق ولا هنرجع في كلامنا؟ جاوب عليها وقال لها أنا موافق بكل تأكيد. وجوازهم استمر لحد وفاة الإعلامي حمدي قنديل. والمخرج جميل المغازي قال إن الفنانة نجلاء فتحي حاولت الانتحار بسبب مرض بنتها لما كان عندها ثقب في القلب، ووقفت قدام الشباك، لكن والدتها لاحظت الموضوع وقالت لها عاوزة ايه؟ ردت عليها نجلاء فتحي وقالت لها عاوزة بنتي. والدتها ردت عليها أنا كمان عاوزة بنتي. ولما جوز الفنانة نجلاء فتحي الإعلامي حمدي قنديل اتوفى، الفنانة ما قدرتش تحضر عزاه لأن جالها انهيار عصبي بعد ما عرفت خبر وفاة جوزها ودخلت المستشفى. والفنانة نجلاء فتحي من مواليد 21 ديسمبر سنة 1951.